السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل نهاركم هادي ونادي وكله خير وسعادة وحب يا رب ليا وليك. بصوا بقى يا جماعة، انا النهاردة بقى نفسي هفتني على البيتزا، لان عديت من قدام محل عندنا في اسكندرية مشهور، مش قادرة اقول لكم على ريحتها. فقررت ان انا هعملها في البيت، بس قبل طبعا ما اعملها عشان كنت دايما بتنشف مني. الاول دخلت سالت الشيف، الحمد لله طلع ابن حلال وقال لي على كام تركايه كده. فايه قلت بقى ايه، جبت الدقيق اهوت بس، وهعمل واحده كده ايه يعني حجم كبير، ويا رب كده تطلع كده ايه زي ما هو ايه قال لي على كام تركايه. ادي كده ايه معلقه ملح صغيره، وادي معلقه سكر برضو صغيره، وهنجيب بقى ايه الخميره اهي، وهنحطها خميره فوريه طبعا، وهنعجن هي البيتزايه يعني دقيق وميه دافيه وملح والسكر والخميره، وهقلبهم الاول كده قبل ما احط اي ميه كده، اجي مقلباهم ماشي. وخليكي معايا في الفيديو للاخر، هتعرفي كام تركايه تخلي البيتزايه حمراء وطريه من جوه، وحاجه زي العسل، زي العسل بجد يعني، حاجه كده زي بيتزايه كده اللي المحلات. بصوا بس انا هضيف هنا طبعا، احنا عارفين ان الدقيق بيختلف من صنف لصنف، فانا هنا يعني هحط دقيق كده ايه بالراحه، يعني ايه عشان خاطر لا تطلع ناشفه مني قوي ولا تطلع طريه قوي. هاجي حاطه كده ايه لحد ما ايه احس كده ان العجينه كده ايه لمت معايا. بصوا لحد العجينه كده ما تلم معايا اهي، احس كده ان هي خلاص مش محتاجه بقى ايه ميه. بصوا هحط حبه كمان، واحس كده ان هي ايه خلاص بقى مش محتاجه ايه، مش محتاجه بقى اي ميه ولا حاجه. هاجي بقى ايه عينها كده ومشمره بقى دراعي وماسكاها بقى عجنها زي الكتاب ما قال. ما تنسيش بس تتفرجي عليا كده اللايك الجميل. بصوا مسكتها خليتها بصي زي الملبن في ايديا، بصوا عامله ازاي، لا ناشفه قوي ولا طريه قوي، ملبن. وعشان بس زاد التاكيد كده هجيب اللوحه بتاعت التقطيع دي وهديها بقى ايه فركتين برضو عليها، رغم انها مش محتاجه والله العظيم، بس انا قلت برضو ايه زياده التاكيد، اديها كده ايه فركه كده عليها اهي. وهاجي بقى ايه، شوفوا بقى التركايه اللي جايه دي في الخمر بتاع العجينه بتاعت البيتزا مهمه قوي، لان انا بصراحه في الاول كانت بتبوظ مني، كانت بتطلع ناشفه. يعني انا احب البيتزا تبقى الحوفي بتاعتها كده حمرا كده والقعر بتاعها كده احمر، بس كانت بتطلع دايما ناشفه مني. بس شوفوا بقى التركايه اللي جايه دي هتبقى حمرا من بره وطريه كده عامله زي السفنجه كده من جوه وحاجه. بصوا هي عامه يعني العجينه دي بتاخد نص ساعه خمر، انا هقسم النص ساعه على مرتين اهي، وهسيبها ربع ساعه. ركزوا معايا، هسيبها ربع ساعه على بال ما احضر بقى ايه التحضيره ايه بتاعتها. سبتها اهي الربع ساعه اهي، بصوا شايفين هي خمرانه اهي يا جماعه. بصوا انا حطيت ايدي فيها بصوا عامله ازاي، بس انا هسيبها بقى تكمل الخمر بتاعها في الصينيه اللي انا هخبزها فيها. وهقول لكم ليه. انا جبت الصينيه اهي بتاعت بيتزا ودهنتها سمنه زيت اللي عندك حطيه، وادي نطره الدقيق هبدرها بس بالدقيق، مش هحط دقيق، احط نطره كده وابدر بيها الصينيه. بصوا التركايه دي مهمه قوي يا جماعه، يعني التركايه دي مهمه قوي، وخليكي معايا كده خطوه بخطوه ها، وما تنسيش اللايك ماشي، وخليكي معايا كده للناس اللي بيموتوا في البيتزا زيي، ولما تشوفيها كده وتعجبك قومي كده الشطري كده واعمليها وهتاكلي احلى بيتزا ان شاء الله. بصوا اهي هحطها بقى كده تكمل خمرها. بصوا هحطها كده تكمل ايه الخمر بتاعها اهي، هسيبها بقى كده تكمل خمرها، وهكون بقى مولعه الفرن معليه على الاخر وساباه يسخن برضو، عشان الفرن لازم يكون سخن يا جماعه.
لازم الفرن بتاع البيتزا يكون سخن. وادي بقى يا جماعه صدر فرخه كان من امبارح عندنا اهو، كان فاضل من الغدا، بس طبعا احنا مش هنرميه، احنا في وقت دلوقتي ما ينفعش الواحد يرمي اي حاجه. هنمسكه بقى دوت، هنشيل بس الجلده اللي عليه اللي هي متحمره دي، عشان ديت ايه احنا مش عاوزينها. هشيلها كده وهمسك بقى الصدر الحلو ده وافصصه حته حته. بصوا بقى كده معايا، اقعد بقى كده ايه افصص فيه كده على بال بقى ما البيتزايه تاخد بقيه الخمر بتاعها كده. اتسلى بس كده ايه ان انا احضر بقى ايه المقادير اللي هحطها على وش البيتزايه، واجي ماسكه بقى ايه صدر الفرخه ده كده مفصصاه، عشان هو لما يبقى كده هو عامه مستوي، بس لما يبقى متفصص كده مع البيتزايه مع الجبن بتحسي كده ان انت بتاكلي في حاجه كده ما اقولكوش، يعني تاكلي وتتبسطي وتدعيلي من الكام تركايه اللي انت هتخليكي. بس معايا في كام تركايه كده هيعجبوكي. بصوا انا كده خلاص خلصت اهوت خلاص فصصت الصدر كله. خلي بالك بقى من التركايه اللي جايه ديت عشان هتدعيلي، لو فضلتي ماشيه معايا على الخطوات دي انا متاكده اللي هتعملها وتنجح معاها هتدعيلي. ويا ريت بقى يعني تكتبي لي تعليق حلو كده والاشتراك في القناه. بصوا اهو هي كده خمرت خلاص، هفردها بقى في الصينيه. وانا بقى بفردها لازم تخلي لها كده حوافي، عارفه انت لما بتجيبيها جاهزه كده وتبقى الحوافي دي كده حمرا كده وطريه، يا لهوي ما اقولكوش على الجمال، بموت فيها. اهي بصي فردتها في الصينيه. انا بقى ايه الحركه بتاعت الشوكه دي كلنا بنعملوها عارفينها، عشان خاطر ايه العجينه ما تقلبش تفضل كده ايه صفطان. وانا بحب اعمل الكاتشب ده في البيت، محبش اجيبه جاهز. هبقى اعمل لكم مره فيديو ان شاء الله ان شاء الله ازاي تعمليها كده في البيت وتخليها تحطي على بيتزا، تحطي على اي حاجه عندك، تكوني بتعملي كده سندوتش. بصوا انا ما بستغناش عنها عامه، يمكن انا خدت الطريقه بتاعته الكاتشب دوت عشان انا ما بستغناش عنه في البيت. بعدين بحب كمان لما احط كتير كده على البيتزا، لان احنا اللي هناكل فمش هنستخسر يعني في نفسنا. هفردها كده. وما تنسوش ان انا مولعه الفرن برضو، عشان على بال ما هخلص يكون الفرن سخن قوي اجي مدخله بقى البيتزا. بصوا دول شويه زيتون، اللي عندك بقى في التلاجة بقى طلعيه. الزيتون عاوزه تحطي حاجه تانية مع الفراخ حطي، ما بيخسرش والله العظيم، بتبقى طعمها زي العسل. اهمت شويه الزيتون. واللي ما عندوش زيتون مثلا وعاوز مثلا يحط تحت مثلا جبنه رومي، وبعد كده يحط صدور الفراخ ويحط فوق منها الجبنه عادي شغال. بص انا هوزع دلوقتي بقى كده، انا فصصتهم وهوزعها بقى بالتساوي. ليه؟ عشان لما اجي اقطعها كده 4 كده يبقى كل واحد واخد الربع بتاعه كده ايه متظبط، ما يبقاش في مكان فيه فراخ وفي مكان ما فيهوش فراخ، انتوا عارفين بقى. انا عاملاها حجم كبير كده تكفي 4 افراد. خليكي بقى معايا كده وشوفي التركايه بقى اللي جايه بتاعت الجبنه دي، لان التركايه بتاعت الجبنه ديت مهمه قوي. لان في ناس ساعات اللي هي بتموت في اكل البيتزا بالجبنه، يقول لك ايه ده المحل ده حاطط جبن بيكتر جبن قوي. هم ولا بيكتروا ولا حاجه يا جماعه والله، بس هم بايه بصوا التركايه دي بيجوا حاطين ادي نص الكميه انا هحطها اهي، نص الكميه هحطها واخلي النص التاني لما اطلع البيتزا. هتقولي لي ليه؟ هقول لك عشان دي بتودي البيتزا، بتخلي الطعم كده تحسي وانتي بتاكلي تحسي بطعم الجبنه وريحه الجبنه. بصوا انا هدخلها دلوقتي طلعت بصوا، بس والله سخنه مولعه نار، بس يلا مش مشكله. بصوا ادي بقى بقيه الجبنه هحطها دي بقى، هحطها بقى واحطها على الشوايه كده يا دوبك الجبنه تسيح، عشان الواحد كده هو بياكل يحس بحلاوه الجبنه، يحس بطعم الجبنه. دي بتفرق جامد. يعني جربي كده تعملي التركيه دي، انك تحطي كده نص الجبنه كده، غير لما بتحطي الجبنه كلها وتدخليها الفرن. لا هنا بتحسي بطعم الجبنه وانت بتاكلي البيتزا.
يا دوبك بس هدخلها على الشوايه بس تسيح، بس تسيح بس والله. طلعتها اهي سخنه مولعه مش قادره اقول لكم. بصوا بقى هي حمرا ازاي من الحوافي. يعني انا عاوزه اقطع لكم بس كده ايه ربع بس كده، ما اقولكوش على الريحه يا جماعه، الريحه تجنن تجنن. بصوا هقطعها واوريكم القعر بتاعها من لما بدرت الصينيه كده. الحته ديت بتخلي للقعر بتاع البيتزايه بيبقى محرمش كده. في ناس تقول لك لا انا هحط دي السنيبر ولا مش عارفه بتحطوا ايه تاني. لا 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 لا، هي دي الطريقه بتاعت المحلات، بيجي مبدر كده بس ايه الصاج بتاع البيتزا. والله انا ماسكاه سخن مولع، بس انا حبيت بس اوريها لكم. بصوا هحاول كده اطلع لكم، هي سخنه مولعه والله ما قادره امسكها. بصوا حمرا ازاي، بصوا الحوافي عامله ازاي، بصوا القعر، بصوا القعر بصوا عامل ازاي. شوفوا بقى الجمال بقى كده وانا بقطع. بصوا الحلاوه، شايفين؟ بصوا شايفين الحلاوه؟ بصوا بصوا الجمال. ما تنسيش بقى اللايك الجميل والاشتراك في القناه اللي اول مره بيشوفني، اوعي تنسى اللايك ودعوه حلوه كده. وربنا يجعل نهاركم كده كله خير وسعاده يا رب كده. واللي لسه ما عملتش غدا وبتحب البيتزا تقوم كده تشطر كده تعملها بنفس الطريقه اللي انا عملتها. وما تنسيش كده دعوه حلوه ليا ولايك جميل.